فايتك كتير لو ما جربتيش قبل كده الدقة المصري، بجد تحفة. اول حاجة هنجيب كمية من السمسم اللي انتوا عايزينه. انا عملت ربع كوباية سمسم، بس اتأكدوا تعايروه عشان تعرفوا، لان باقي المكونات بالمعيار برضو. بصوا بقى، ربع كوباية سمسم وحمصتها على نار كده متوسطة لحد ما اخدت لون ذهبي خفيف كده. ما تسيبوش كتير على النار لدرجة انه يغمق، عشان السمسم لو غمق هيبقى طعمه مر. بعد كده قد كمية السمسم بالظبط بنحط كزبرة ناشفة. حطيت ربع كوباية كزبرة ناشفة. كمون بقى معلقة صغيرة كده ممسوحة، بس مش كده، مش اكتر من كده. ومعلقة صغيرة ممسوحة ملح برضو، وشوية شطة صغيرين. دي المكونات الأساسية للدقة. ممكن تزودوا كمان سوداني وتطحنوه معاها، وممكن تزودوا كمان حمص من المقلة اللي هو بتاع التسالي ده، وبرضو تطحنوه معاهم. بس ده الأساس اللي هو السمسم بس مع البهارات. وممكن بقى تاكلوها مع السميد كده لوحدها، وممكن على بيض، على جبنة، على طعمية، تحفة في كل أحوالها. جميلة، جربوها إن شاء الله تعجبكم.